في حاجة بسيطة ممكن تساعدنا نغير أي حاجة، والحاجة دي لو مش موجودة هي اللي بنسبة كبيرة موقفانا إن إحنا نبطل عادة معينة، نموف اون من شخص معين أو نغير حاجة معينة في شخصيتنا. والحاجة البسيطة دي هي إني أتخيل نفسي بعد التغيير، لأن اللي بيخلينا مش بنتغير هو إن إحنا مش قادرين نشوف نفسنا بعد الحاجة دي. مش قادر أتخيل نفسي وشخصيتي بعد العادة اللي أنا بعملها، إذا كانت سموكينج، إذا كانت إن أنا بشرب الكحول، لأن ده بقى جزء من شخصيتي، فانا مش قادر اتخيل نفسي من غير ما اكون بعمل الحاجه دي. نفس الكلام في العلاقات، انا مش قادر اموف اون علشان انا مش قادر اتخيل حياتي ومش قادر اشوف نفسي من غير الشخص ده. فوانت بتحاول تغير حاجه معينه، تخيل نفسك بعد ما تغير الحاجه المعينه دي انت هتبقى عامل ازاي، نفسيتك هتبقى عامله ازاي، طريقتك في الكلام هتبقى عامله ازاي، حياتك نفسها هتمشي ازاي. وهنا الفكره، لو انت مش قادر تتخيل حياتك بعد عاده معينه او بعد شخص معين، ده معناه ان في limiting belief، وليميتنج بليف معناها ان في معتقد مترسخ عندك بيمنعك ان انت تحقق حاجه معينه. والمعتقد ما هو الا فكره عن نفسك، فكره عن العلاقات، فكره عن الحاجه اللي انت عايز تغيرها. الليميتنج بليفز دي ممكن تبقى شبه ان انا مش هقدر ابطل سكر، لو بطلت سكر هموت، مش قادر. او لو في علاقه مثلا انت عندك معتقد ان انا مش هلاقي حد زي الحد اللي معايا في الريليشن شيب، مين قالك؟ فلو مش قادر تتخيل نفسك انك مغير حاجه معينه او انك موفد اون من حاجه معينه، فابدا كريتيسايز الليميتنج بليفز بتاعتك، بمعنى ان انت تنقد، تشكك في المعتقدات الموجوده عندك.